لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا واعتدلوا وسووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. افترسوا ولا تختلفوا وسد الخلل وسد فرد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ولك الحمد من السماوات والأرض. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده رب الحمد من السماوات اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فأنت قضي ولا يقضى عليك وإنه لا يسلم العدل ولا يسلم تبارك ربنا ولك الحمد على ما نستغفرك ونتوب إليك. صلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
رب اغفر لي وارحمني وتب علي 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 إنك أنت التواب الغفور أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حين ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إلهي ربي ربنا يا معبود سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'du. Pada kesempatan subuh kali ini insyaallah kita akan mendengar beberapa hadis dan ayat-ayat Al-Quran mengenai pentingnya dakwah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin an i'budullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhkhirkum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun qala rabbi inni da'utu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا
Wallahu ambatakum minal ardi nabata Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Artinya, sungguhnya kami telah mengutus Nuh pada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang padanya azab yang pedih. Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan pada kamu, yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah padanya dan taatlah padaku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai pada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui. Nuh berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka pada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinga mereka dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat. Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka pada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka aku katakan pada mereka, mohonlah ampun pada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan padamu dengan lebat dan membanyakkan harta-harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah, padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian? Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 lapis langit bertingkat-tingkat, dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita, dan Allah menumbuhkan untuk kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu darinya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya. Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di permukaan bumi itu. Quran surat Nuh ayat 1-20. Keterangan, menutupkan bajunya ke mukanya, yakni maksudnya mereka menutupi muka mereka dengan bajunya supaya tidak dapat melihat aku karena mereka tidak suka melihatku. Hal itu disebabkan amat bencinya mereka terhadap dakwahku, atau supaya aku tidak mengenali mereka, karena jika aku mengenali mereka tentu aku dakwahi mereka. Dari kitab tafsir Baydawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fir'aun wa ma rabbul alamin. Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Qala liman hawlahu ala tastami'un. Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun. Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Fir'aun bertanya, siapa Tuhan semesta alam itu? Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya dan apa yang di antara keduanya. Itulah Tuhanmu, jika kamu sekalian orang-orang yang mempercayainya. Fir'aun berkata pada orang-orang di sekelilingnya, apakah kalian tidak mendengarkan? Musa berkata, Tuhanmu dan Tuhan nenek-nenek moyangmu yang terdahulu. Fir'aun berkata, sesungguhnya Rasul yang diutus kepada kalian benar-benar orang yang gila. Musa berkata, Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya. Itulah Tuhanmu jika kamu orang yang menggunakan akal. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 23-28. Qala faman rabbukuma ya Musa? Qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Qala fama balul qurunil ula. Qala ilmuha 'inda rabbi fi kitabillah yadhillu rabbi wa la yansa. Alladzi ja'ala lakumul arda mahda wa salaka lakum fiha subulan wa anzala minas samaa'i maa'a
فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. Fir'aun berkata, maka siapakah Tuhanmu berdua, wahai Musa? Musa berkata, Tuhan kami adalah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Fir'aun berkata, maka bagaimanakah keadaan umat-umat terdahulu? Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada di sisi Tuhanku di dalam sebuah kitab. Tuhan kami tidak akan salah dan tidak pula akan lupa, yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Quran surat Toha ayat 49 sampai 53. Keterangan kemudian memberinya petunjuk, maksudnya yakni Allah memberitahukan padanya bagaimana memanfaatkan apa yang telah diberikan padanya dan bagaimana mengusahakannya untuk kelangsungan hidup dan kesempurnaannya. Dari kitab tafsir Baydawi. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala lamma anzalallahu azza wa jalla wa anzir ashiratakal aqrabin qala atan nabi sallallahu alaihi wasallam as-safa fa sa'ida alaihi thumma nada ya sahabah fajtama'an nasu ilaihi baina rajulin yaji'u ilaihi wa baina rajulin yab'athu rasulahu faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bani Abdul Muttalib ya bani Fihrin ya bani أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني قالوا نعم قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم أما دعوتنا إلا لهذا فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin dan berilah peringatan kepada sanak kerabatmu yang terdekat. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214. Nabi SAW datang dan naik ke bukit Sofa, kemudian beliau berseru, wahai sekalian manusia, bersiap siagalah kalian. Maka orang-orang pun berkumpul pada hadapan beliau. Di antara mereka ada yang datang sendiri dan ada pula yang mengirim utusan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, wahai Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Fihr, wahai bani-bani yang lain, apakah pendapat kalian seandainya aku memberitahu pada kalian bahwa ada pasukan berkuda di balik bukit yang ingin menyerang kalian? Apakah kalian percaya padaku? Mereka menjawab, ya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan pada kalian akan ada siksaan yang berat di hadapan kalian. Maka Abu Lahab berkata, celakalah kamu wahai Muhammad sepanjang hari. Apakah hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami? Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tabbat yada abi lahab wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Hadis riwayat Ahmad jilid 5 halaman 17. Alhamdulillah telah kita dengar beberapa hadis dan ayat Al-Quran mengenai pentingnya kita untuk berdakwah kepada Allah. InsyaAllah apa yang kita dengar dapat kita amalkan dan kita sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalajihikal karimi wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك أرحم الراحمين.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا افرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم ألحمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا وجعلنا سببا لمن اهتدى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شرنا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه